اغرب حاجه حصلت ان احنا في سلسله تجارب الصوصات ما جربناش الكاتشب اول حاجه في السلسله دي. فطبعا نزلنا السوبر ماركت وما سيبناش كاتشب غير لما جبناه وطلعوا 12 نوع ب 12 شركه. هنجربهم معاكم النهارده من غير ما نبقى شايفين احنا بنجرب ايه. النهارده هنجرب كاتشب دره، كاتشب ميرو، كاتشي، جود فرانس، MC، ديكسي ميلز، شيفي ميكس، هيرمان، لافيدا، بابزي. اول مره اسمعها. وانا كمان جاردينو. كاتشب ادمي يعني يزودني. بما انه كاتشب فلازم فرايز. جبنا طبق البطاطس المقليه في الاير فراير، ومستنيين اول كاتشب يجي لنا. اول نوع كاتشب وصل. قوامه حلو ولونه حلو وريحته قويه، ريحته كاتشب قوي. الفروقات في الكاتشب بتبقى في طعم الخل، طعم السكر، طعم الطماطم. تقيل خفيف، طعمه حلو. طعم اللذعه بتاعته اكتر، طعم الخل اكتر والسكر اكتر من طعم الطماطم نفسها. طبعا احنا مطلوب مننا ان احنا نقول هو مين الشركه. احنا اصلا في 12 فيعني في اسامي اصلا هننساها. التخبيط هيبقى للركب. طيب تقييم الاول ككاتشب انا 1 2 3 6 من 10. انا معرفش هو مين بالظبط بس انا هقول ان ده مثلا ميرو. انا ممكن اقول كاتشي. اللي بعده وتاني نوع وصل ده لونه احمر داكن، قوامه حلو قوي وريحته طماطم اكتر من ان هو خل. ده سكر اعلى، طماطم اكتر بكتير، لاذع ضعيف قوي قوي يعني 8 من 10. انا اشك ان ده مثلا ممكن يكون مش عارفه انا هقول ان ده ديكسي صح. اللي بعده. وتالت نوع معانا وصل هو تقريبا لونه حلو وقوامه شكله حلو برضو. ريحته كاتشب من بتوع زمان. هو مايل اكتر ان هو يبقى صلصه طماطم، طعمه بيوريه طماطم. مسكر يعتبر، فوش بقى خل خالص يعني تقريبا يعني الخل بتاعه قليل قوي. حاسه ان ده ممكن يبقى حلو قوي في الطبخ يعني. ممكن يتحط في صوص سويت اند ساور او كده، هيدي طعم حلو وهيدي تقل حلو. تقييم 5 من 10. 6 من 10. مش عارفه ممكن مين. ممكن جاردين. جاردين ماشي. ايه ده؟ ماشي. ده انت ماشيه معاه. ده احنا كده هنخسر مع بعض. مش عارفه يا جماعه الموضوع كبير قوي. 12 نوع. طب استنى هقول لك. انا لو انا هقول ده ممكن اقول عليه بابزي. وانا قلت ان ده جاردين بس. اللي بعده. ورابع نوع معانا وصل ده لونه فاتح وقوامه اخف كتير. ده اصلا يعني لونه شفاف على البطاطسايه نفسها يعني بيديها طبقه جليز كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ده يعني في الخل اللي محطوش في اللي فات. في افتر تيست. ده في شبت. مش كاتشب يعني. لا ده مش كاتشب اصلا. تحسه زي ما يكون في خل خيار مخلل. خل بيلسع. خل تفاح مثلا. يعني لا مش عارفه. هو موضوع ان هو فيه توابل او فيه اعشاب مخليه مش كاتشب. غير كده هو ما فيهوش طعم طماطم. هو كل الطعم اللي فيه طعم لاذع قوي. طعمه ملوش ادنى علاقه بكاتشب خالص. تقييم 3 من 10. 1 من 10. انا اعتقد ان ده دره. لا انا اتوقع ان ده MC. اللي بعده. وخامس نوع معانا وصل وده لونه بقى احمر. احمر وثقيل. طعمه كاتشب. ده كاتشب بتاع جوجو. حلو قوي. كاتشب مسكر قوي. في طعم طماطم بسيط وفي شويه خل معقول يعني. ده حلو جدا جدا. ده نوستالجيا فعلا. تقييم انا ده هديله 8 من 10. 8. انا هقول مثلا تتوقع ده مين؟ هيرمان. ايه ده؟ صح تصدق؟ لا بس انا مش هقول زيك. اتوقع ده ممكن يكون ادمي. ممكن. اللي بعده. وسادس نوع معانا. بصوا هو ده باين ان هو شايفف كده على البطاطسايه يعني مش تقيل كده. يا ريتنا ما دقنا ميه بسكر وخل. في خل. في افتر تيست كده تخزين ماده حافظه او حاجه مش عارفه بالظبط هي ايه بس هو برده مش طعمه مش حلو خالص. انا هديله 4 من 10. 3 من 10. انا هقول ان ده شيفي ميكس. انا هقول ان ده كاتشي. اللي بعده. وسابع كاتشب معانا شكله كاتشب. لونه حلو والقوام بتاعه بيست كده. انا تقريبا عرفت ده مين. تقريبا مسكر طعمه طماطم ما فيهوش خل تقريبا. حلو ده قوي. طعمه حلو بجد. انا هديله 7 من 10. انا هديله 8 من 10 برضو لان طعمه حلو جدا. اعتقد ان ده هيرمان. هقول ادمي. اللي بعده. وتامن كاتشب معانا شكله هوت صوص. ده خفيف. ده ميه بقى يعني خفيف. ده خفيف. يا ترى انت مين يا كاتشب؟
بص هو ده يا بايظ يعني مثلا التشغيله دي بايظه يعني في حد بيحب الطعم هي حاجه ده. ما تدقش تاني يعني. هديله 0 بيلو 0 يعني ممكن يعني وارد يكون في مشكله مثلا في تخزين، وارد يكون في مشكله في تشغيله معينه حصل فيها مشكله، او هو الصوص ده طعمه كده وفي ناس بتحبه مثلا، وارد. بس هو مش كاتشب، مش ذوقنا. ده مين ما اعرفش، مش عارفه بصراحه مين يعني قلت كل الانواع اللي انا ما جربتهاش قبل كده في الانواع اللي احنا دقناها واستغربتها. انا ممكن اقول حاجه دلوقتي متعارضه مع اخر فيديو احنا جربناه للهوت صوص. كان احلى هوت صوص جربناه كان بتاع دره، بس انا ما جربتش اي حاجه تانية لدره بصراحه، فانا هقول دره. انا هقول تشيفي. اللي بعده 7 8 ده وتاسع نوع كاتشب معانا لونه غامق. دي مربى، دي مربى مش كاتشب، اكيد في حاجه غلط. من كتر السكر هو سكر وخل، مش قادر يعني تميز طعم اي حاجه. مين ده؟ هديله 5 من 10. انا هديله 4 من 10، 3 من 10، مش اكتر من كده خالص. انا هقول لافيدا. لافيدا ممكن لافيدا. اللي بعده والنوع العاشر معانا احمر قاتم. يعني مقبول. بس طعمه برضو اكتر بيست طماطم. هو ده ظابطين القوام بتاعه قوي والسكر بتاعه قوي، بس في حاجه ميسنج يعني، في حاجه برضو مش مخلياه طعم الكاتشب الاوثنتيك اللي احنا متعودين عليه وبنحبه. مش طعم الكاتشب الاصلي اللي احنا متعودين عليه فعلا. هديله 6 من 10. انا 5 من 10. ممكن اقول ده جاردينو. انا اقول جاردينو كده كده. انا ممكن اقول جاردينو. انا مش فاكره انا ما قلتش ايه وقلت ايه يعني، ممكن في الاخر خالص اطلع بان انا ما قلتش حاجه. في حد ما قلتوش اصلا؟ ممكن، مش عارفه. عشان كده كنت محتاجه تقولي واحد في ال 11. يعني ايه؟ هيطلع واحد صح. انت كده طب ثانيه واحده بس، طالما انت عبقري كده انت ما احتفظتش ليه بالنظريه دي لنفسك واشتغلت بيها من اول؟ عشان انا عايز اجيب اكتر من واحد من 12 يعني، عايز على الاقل مثلا اجيب 4 5. والمشكله بقى ان انت اصلا ممكن دماغك توديك انت تقولي ان هو مش موجود، فهتبقي الوحيده اللي عملتي النظريه بوظتي. اللي بعد والكاتشب رقم 11 وما قبل الاخير، لونه حلو برضه. لا بالنسبه لحاجات كتير فاتت فهو حلو. سكر كتير، خل كتير، في طعم طماطم حلو، قوامه حلو. 6 من 10. انا هديله 7 من 10. اوكي انا هقول ان ده جود فرانس. طب والله ما متفقين، والله العظيم ما متفقين. طب انا مالي انا؟ طب اشمعنى هيطلع غلط في الاخر؟ عشان ما قلتوش، انا افتكرته، وبعدين ده من الحاجات اللي انا مش بحبها قوي بس من اللي بجربها يعني. هو ككواليتي تحسوه كواليتي عاليه، بس هو مش احلى كاتشب يعني، بس يعني نضيف. واخر نوع معانا كاتشب احمر في طبق لونه احمر. ده خفيف قوي كده على البطاطس برضو، بس هندوق. بسم الله. ايه ده؟ طعم التسكير ده مش جاي من سكر طبيعي. بعض الحاجات دي بتتحلق بشراب الذره، ده مش حلو للاسف. في افتر تيست مش حلو. انا هديله 2 من 10. انا ده 1 من 10. انا هقول ان ده ام سي. انا هقول ميرو. مش عارف قلت ام سي ولا لا. حانت لحظه الحقيقه. ممكن ما يطلعش اي حاجه من اللي احنا قلناها دول، فما حدش يزعل مننا والله. انا بخبط وخلاص. طبعا عكينا الدنيا عكه. يعني بس ايه عشان ايه؟ احنا مش فاكرين حتى احنا قلنا تخميناتنا كانت ايه، بس انا قلت ام سي اخر واحد وانا قلت على ديكسي صح على فكره تقريبا. ميرو هو اللي انا قلت غلط خالص، لاني تقريبا قلت اخر واحد ميرو وهو كان تالت واحد، وتالت واحد ده اللي كان عاجبني. مش فاكره خالص امتى قلت ايه، بس طبعا انتوا هتعرفوا احنا قلنا ايه. ممكن اطلع الانواع اللي عجبتني. ام سي بره. ام سي بره، لافيدا بره، ده بره، ده بره، ده حلو، ده بره، ده بره، ده هو بره وزعل اصلا مننا. لا ده كمان بره. وبعد جلسه مطوله دقنا فيها 12 نوع كاتشب. فاكر ان الموضوع هيبقى اصعب من كده بكتير كتقييم يعني، وكفروقات ما بين الصوصات الكاتشب المختلفه من شركات، بس اكتشفنا لا ان في اختلافات شاسعه جدا. طبعا فكره ان احنا نحاول نقول اسم الشركه ده يعني احنا بس يعني بنخمن بنخمن كده راندم كده يعني، مفيش حاجه احنا عارفينها بالظبط غير الاطعمه اللي احنا اوريدي متعودين عليها او الشركات اللي احنا بنجيبها. لما بتدخل في وسط حاجات تانية لدرجه ان احنا لما كنا في حلقه بنجرب بولدك وما عرفناش بولدك، دي كانت اكبر كسره في حياتي يعني
واحنا مش عارفين احنا بندوق ايه بيبقى الموضوع اصعب بكتير. دول احسن 5 احنا جربناهم النهارده كطعم كاتشب اللي الناس عارفاه، مش كطعم كاتشب غريب او مختلف او في حاجه زياده. ده حلو لبطاطس، ده حلو البطاطس، وبرده ديكسي حلو لو عايزين تحطوه في اكل. المفاجاه انا بالنسبه لي وما جربتوش قبل كده اللي هو بابزي ده طلع طعمه حلو. وطبعا ادمي قولوا لنا انتوا بتستخدموا انه نوع منهم وايه اكتر نوع فيهم بتحبوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا فيديوز الصوصات اللي فاتت وتستنوا فيديوز الصوصات اللي جايه ونشوفكم الفيديو الجاي.